وصفة النهاردة القرص الطرية أو البكاكين الفلاحي، وصفة سهلة ومقاديرها بسيطة. يلا بينا نسمي الله ونبدأ الطريقة. معايا 5 كوبايات دقيق، بنخله الأول قبل ما استخدمه. أضيف له نص معلقة صغيرة ملح وباكو بيكنج باودر، ده محسن خبز بيساعد على طراوة العجينة وبيخليها خفيفة. نخلط المكونات الجافة مع بعض. أجيب بولة واحط فيها كوباية لبن رايب ويكون بدرجة حرارة المطبخ، ما ينفعش ناخده من التلاجة وهو ساقع ونستخدمه. معلقة كبيرة سكر ومعلقة كبيرة خميرة وربع كوباية زيت ونقلب كل المكونات مع بعض. وننزل بالمكونات السائلة على الدقيق. نخلطهم مع بعض كويس. وابتدي اكمل عجن بايديا. وانزل بنص كوباية لبن كمان، وكمية اللبن على حسب ما العجينة بتحتاج معانا، ممكن تحتاج لبن اقل او اكتر على حسب احتياج العجينة. وقبل المرحلة الاخيرة من العجن هضيف معلقة كبيرة من السمنة البلدي، ونعجن كويس لغاية ما يبقى ملمس العجينة ناعم وما يكونش طرية ولا ناشفة. اغطيها واحطها في مكان دافي لغاية ما تخمر ساعة او ساعتين، والوقت ده على حسب درجة حرارة الجو والمكان. ولو المكان عندنا مش دافي او مستعجلين عليها وعايزينها تخمر بسرعة، هندفي شوية مية ونحطها في صينية ونحط فيها البولة وهي متغطية زي ما هي كده، وده هيساعد ان العجينة تدفى وتخمر بسرعة. وبعد ما العجينة خمرت ارش على الرخامة دقيق. ابتدي اقطع العجينة كور صغيرة. وتكون كل القطع متساوية. وبعد ما نقطع كل العجينة هغطيها واسيبها ترتاح من 5 ل10 دقايق. ولو عملناها والجو كان حر هنبتدي فيها على طول. اخد القطع وافردها وتبقى لا سميكة ولا رفيعة بالشكل ده. افرد كل قطع العجين بنفس الطريقة. رصيت القرص في صواني زي ما انتوا شايفين، وقبل ما نضيف العجينة هنمسح الصينية مسحة خفيفة بالزيت الأول، ونغطيها ونحطها في مكان دافي حوالي ربع ساعة لغاية ما ترفع. وبقية الكمية حطيتها على قماشة واغطيها. هندخل الصواني الفرن تحت الأول ويكون الفرن على أعلى درجة حرارة، وأول ما يبدأ يقب زي ما انتوا شايفين كده هنطلع الصواني فوق تحت الشواية. شايفين اتحمرت واخدت اللون ازاي؟ مفيش أحلى من ريحة المخبوزات في البيت، بتملاه بركة وخير. شايفين الجمال؟ بسم الله ما شاء الله، ريحته تحفة. هي دي القرص الفلاحي الأصلي بتاعت زمان، ريحة وطعم. نحط فيه جبنة أو ناكلها زي ما هي كده، بجد طعمه حكاية. جربوا الطريقة دي بجد تحفة ومقاديرها مظبوطة. أتمنى الوصفة تكون عجبتكم وتجربوها، ولو عجبتكم ما تنسوش اللايك، واشوفكم على خير إن شاء الله في وصفة جديدة.